لو انت راجل تقي، راجل عارف ربنا، صحيت من النوم وقت صلاة الفجر ونازل للشارع والناس كلها نايمة عشان تصلي الفجر لوحدك، راجل محترم، لقيت كلب شكله مفترس ومجرم وجاي وبيجري عليك وشكله ما كلش بقاله 4000 سنة، بيدور عليا بيدور عليا، ولو عكشك مش هيحل، هيقرمك قرمة مش هيسيبك. تفتكر التصرف الصح في الحالة دي يطلع ايه؟ ان انت تجري طبعا، مش محتاجة حاجة يعني، خصوصا ان انت للأسف لوحدك واخواتك اللي انت سايبهم في الشقة وفاكر يعني ان انت ايه، ان هم يعملوا لك حاجة، واقفين في البلكونة بيشجعوا الكلب. سيس ناقص. بس انت ما عملتش كده، انت وقفت للكلب شجاع، وانا احييك، انت محترم، اتمنى لك التوفيق. مره والله يعطيكم العافيه، ابداع والله. ده انت مش بس وقفت للكلب، ده انت كمان رحت جاي ماسكه من ودنه علشان تمسك رقبته عشان ما يعضكش بقى، عشان تحجمه. برافو صح؟ لا مش برافو ولا حاجه، لان انت كده اتدبست، انت مسكت الكلب من ودانه. هتعمل ايه بقى؟ لا انت عارف تسيبه وتتكل على الله تروح تصلي، ولا انت عارف تفضل قاعد معاه. ما هو انت لازم حياتك تستمر، لا عارف تسيبه ولا عارف تفضل ماسك. هتعمل ايه بقى في المصيبه ديت؟ ده نهار ازرق يا استاذ. هو ده بالظبط اللي ايران عملته مع امريكا، وللاسف الشديد ان اخواتها اللي كانوا واقفين في البلكونه في صف الكلب عاملين للكلب بيوت عندهم، عاملين له بيوت وعشش ومروقين عليه وبيبعتوا له طيارات كمان تساعده. مش بس كده، دول كمان بيصدوا الطوب اللي انت بتحدفه، اي طوبه تعدي من قدامهم في البلكونه بيمسكوها على طول. انما لو في طوبه ولا حاجه معديه من عند الكلب بيسيبوها، دي ما بيشوفوهاش، ويقول لك اصل احنا الطوب عدى عندنا في البلكونه فلازم نمسكه، لازم نكنس البلكونه. يا راجل طب ما انت الطوب التاني بيعدي برضه ما بتمسكوش. وبعدين هي الطوبه اللي جت عدت عندك في البلكونه ديت وانت بقى مسكتها وايه جدع قوي يعني، هي كانت جايه تقصدك انت؟ هي لما عدت عندك كانت بتستهدفك انت؟ دي كانت بتستهدف الكلب. ما تسيبه يا عم الحاج، ما تسيبها تروح للكلب، ما دام انت ما انتش قادر تحدف على الكلب طوب، ما تسيب اللي بيحدف يحدف حاجه تجلط. حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. من كام يوم امريكا ضربت ايران ضربه قويه جدا، وفي رايي المتواضع كان التصرف الصحيح للاداره الايرانيه ان هي تطلع تقول احنا اتضربنا واحنا اتفرتكنا والمشروع بتاعنا بقى كفته وما عادش ينفع ببصله، والنووي بقى نوى البلح اغلى منه. وبص كانوا يطلعوا ايه يقولوا ان احنا فشلنا فشل ذريع وان احنا كلنا علقه موت. انا رايي ان هو ده كان التصرف الصح. ليه بقى؟ لان التصرف ده كان هيشتري لهم وقت وهيوفر لهم مجهود وهيهدي الدنيا شويه ويوقف لهم نزيف الصواريخ اللي هم عمالين يطيروها ويوقف الضرب على دماغهم شويه، وفي نفس الوقت هيديهم فرصه ان هم يشتغلوا كده على المشروع بتاعهم في الدره لحد ما ايه، لحد ما حد يبلغ عنهم ومن الجواسيس ويتكشفوا. انما هم بقى ما عملوش كده، هم طلعوا قالوا ايه رايكم بقى انتوا ضربتونا ما وجعتناش. ما وجعتنيش. القواعد كانت فاضيه وما كانش فيها حاجه وكنا مفضيينها قبلها بيومين كمان. ايه رايكم بقى؟ خلصنا على كده؟ لا ازاي؟ كمان واحده والنبي يا ري، كفايه بقى، ده كمان واحد. عارفين مضيق هرمز؟ هنقفله. مضيق هرمز ده اللي مش عارف بيعدي منه تقريبا من 20 ل 30% من النفط اللي في العالم كله، يعني لو اتقفل برميل البترول سعره يتضاعف 2 و3 و4. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا يلا بينا. اعرف دول لو حصلت حرب في المريخ اقتصادها هيتأثر. اخرس. مش كان احسن لك يا ايران تشتري وقت تطوري فيه القنابل والصواريخ بتاعتك؟ على فكره افترض لك ان انت دلوقتي معاك القنبله، انت محتاج صاروخ يشيلها او طياره. طبعا طياره ده في المشمش لان هي الطياره الوحيده اللي بتعرف تشيلها هي البي 2، ودي عند امريكا بيقال ان عندهم منها 12 واحده، يعني اول عن اخر، لان الطياره ثمنها 2 مليار دولار. الصواريخ هيبقى موضوع ممتاز بالنسبه لك، بس ما ينفعش تفشل فيه، يعني ما ينفعش تفشل في اطلاق صاروخ شايل قنبله نوويه. ليه؟ لان هي الله يرحمه. طب لو وقع في السكه الله يرحمك برضه، هيدمر حد ملوش ذنب وهي الاثار هتيجي عندك. لازم تنجح، دي الحاجه الوحيده اللي انت ايه هتحاول فيها محاوله، لازم تبقى محاوله صحيحه، ما ينفعش تفشل. ايران مش بس عملت كده بقى، دي عضت الكلب من ودانه، يعني انت ماسك ودان الكلب قمت عضدها. من ساعه تقريبا ايران ضربت القواعد الامريكيه اللي موجوده في الخليج. في رايي الشخصي لو مفيش حد اتصاب مش هيحصل اي حاجه وامريكا مش هترد، انما لو ودان الكلب اتعورت هتبقى سواد على الكل، وساعتها ربنا يستر علينا وعليكم وعلى الكل. ده كان ملخص بسيط وسريع للي حصل الكام يوم اللي فاتوا في هذه المعجنه اللي بتحصل حوالينا، واللي للاسف لو الحرب دي حصلت في المريخ انا اعرف ناس هتتاثر بيها من كتر ما اقتصادياتها قويه. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات، ويا ريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب.